مسا الفل على الحلوين حبايبي ومتابعيني. هنعمل النهارده بقى مع بعض السمك الفيليه. طبعا السمك الفيليه ما بينجحش مع اي حد، هتشوفوه هنا بقى في الفيديو هيبقى مقرمش ازاي بلون جميل وطعم جميل. والسمك المكرونه، وعملت معاكم قبل كده الجمبري والسمك البلطي في القناه، هسيبهم في صندوق الوصف. القناه محتواها جميل جدا واكلاتها مميزه، هتعجبكم قوي. اتمنى بقى اللي لسه اول مره يشوفني يعمل لي متابعه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلوا كل الفيديوهات. بحبكم في الله، ونبدا نقول بسم الله والصلاه والسلام على نبي الله المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. هنا معايا كيلو سمك اللي هو الفيليه دوت، مقطعاه بالشكل ده. ومعانا هنا مكرونه، سمك مكرونه جوزي بيحبه جدا فعشان كده انا بجيبه له. منضفه قلبه كويس قوي ونقعهم هو بقى في شويه خل وليمون. هسيبهم حوالي نص ساعة وبعدين بقى هنعمل التتبيلة بتاعتهم. هنا معانا بقى توم وقرن فلفل دقهم كده. هبتدي بقى انزل عليهم بتوابل سمك وشوية فلفل صغننين. تمام. وهنزل كمان بكركم. الكركم هنا بيدي لون جميل قوي مع الفلفل، اللون اللي شفتوه في بداية الفيديو. هنزل بقى بشوية ملح كده وعصير 2 ليمونة. تمام. هنزل بقى بالخلطة الجميلة ديك بقى على السمك بتاعنا. اجمل خلطة ممكن تحطيها على السمك هي الخلطة دي، تديله طعم جميل قوي ولون حلو. نقلبهم بقى نسيبهم شوية كده. تمام. ابتدي بقى اعمل الرز المفلفل بتاع السمك. معانا هنا كده بصلايه كبيره مقطعاها مربعات صغيره كده، احط عليها شويه زيت احمرها بقى تحميره حلوه جدا. بس للاسف المقطع بتاع لون البصل ما تصورش، بس هحاول اوريهولكم كده وانا بقلب لما حطيت الرز. بس اللون بتاعه عامل ازاي. تمام. حطيت هنا بقى الرز على البصل بعد ما اتحمر، ونقلبه شويه كده نشوحه شويه مع بعض عشان يطلع الرز مفلفل معانا. ابتدي انزل بقى بالميه من الحنفيه عادي جدا. تمام كده. هنحط بقى شويه كركم وكمون وملح، ودولت معلقتين صلصه. لو عندك صلصه طماطم من اللي هي الجاهزه دي في البرطمانات الجاهزه تحطي معلقتين، لو مش موجوده بشوري طماطمتين وحطيهم، او صلصه مكرونه زي كده فايده مني فحطيت منها، تدي لون جميل قوي. هنا بعد ما الرز اتشرب هقلبه بقى، اديله تقليبه كده واوطي عليه خالص، اخلي النار تحتيه زي الشمعة كده واسيبه بقى يستوي كده، اغطي عليه. تمام. نبتدي هنا بقى للكفر بتاع الفيليه بتاعنا. معايا نص كوباية نشا وكوباية دقيق وشوية كركم صغننين وحوالي معلقة صغيرة كمون، واحط شوية ملح صغيرين كده. تمام. هنزل عليهم بقى بكوباية مية، واقلبهم كويس. مش عايزة اي تكتلات في الدقيق. تمام كده. هو ده القوام يا جماعة اللي احنا عايزينه. ومعايا هنا نفس الكلام برضو دقيق على نشا، حطهم لوحدهم من غير اي اضافات. هبتدي بقى السمك بتاعنا هنا الفيليه لازم يبقى متصفي كويس جدا من اي مية فيه عشان التتبيلة تمسك فيه. هنا حطيته كده على
السور بتاع الطبق اللي انا حاطاه فيه عشان يتصفى كويس. بعدين بقى ننزله في الدقيق بتاعنا. نمسك الفيليه ننزله في الكفر اللي هو الداخلي، وبعد كده نحطه في الكفر الخارجي. في المرحلة دي كان مولعة على الطاسة فيها زيت غزير ولازم يكون سخن. تمام كده. ابتدي انزل بقى بالسمك. متنسونيش يا جماعة بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الفيديوهات. نزلت هنا بقى بكمية السمك الفيليه. اجمل سمك فيليه ممكن تعمليه بالطريقة دي، مقرمش وماسك نفسه. طبعا كلنا عارفين ان السمك الفيليه بيبقى طري، ويعني التعامل معاه بيبقى صعب شوية. بالطريقة دي بقى بصوا هيبقى مقرمش وجميل جدا متماسك وحلو. هنا هبتدي بقى اقلب. النار لازم تكون عالية عليه. تمام كده عشان ما يتهريش منك. هبتدي بقى اطلع. الكاميرا هنا مش موضحة لونه كويس، بس هو لونه جميل جدا. تمام كده طلعنا الكمية الاولى، وابتديت بقى هنا برضو نفس الكلام في سمك المكرونة، حطيته في الكفر الداخلي وبعد كده حطيته في الكفر الخارجي. بص لونه جميل ازاي ومقرمش جدا، والسمكية متماسكة معانا اهي. هنا عملنا بقى الكمية بتاعتنا كلها، وادي السمك بتاعنا يا جماله. طعم ولون جميل جدا. وعملنا هنا بقى شوية سلطة كده. بس لونه جميل ازاي السمك. اعمليه بالطريقة ديت واكتبي لي في الكومنتات اذا كان عاجبك ولا لا. وهحط لكم في صندوق الوصف طريقة الجمبري وطريقة السمك البلطي، واي حاجة ممكن تطلبوها اكتبوا لي في التعليقات وانا اعملها لكم في القناة. بحبكم في الله واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله.